عندك انترفيو في تطوع وزارة الشباب والرياضة وقلقان ومتوتر ومش عارف تعمل ايه. لا تخف يا صديقي، فأنا هنا لإنقاذك. نوت، قلم، واكتب ورايا، أو اعمل سيف للفيديو. واحد، ما تروحش في ميعادك، روح قبل ميعادك ب5 أو 10 دقايق. اتنين، ما تقعدش متوتر وكل شوية تبص في الساعة. تلاتة، ما تحركش ايدك كتير قوي في الانترفيو عشان ده بيعتبر توتر. مش محتاجة حاجة يعني. أربعة، البس سيمي فورمال. الأسئلة بقى المتوقعة في الانترفيو. بص يا صديقي، اي انترفيو بتروحه لازم دايما يسالك السؤال المنطقي والبديهي. لو افترضنا ان انت بتقدم على شغل فبيسالك انت ليه عايز تشتغل في المكان ده، او اشمعنى اخترت المكان ده. كذلك الامر في التطوع برضه، هتتسال انت ليه عايز تتطوع. قول له ان انا عايز اطور من نفسي، اكتسب مهارات على المستوى الشخصي والعملي، اشتغل ضمن فريق واخدم المجتمع بتاعي. قلت ان في 7 لجان في تطوع وزاره الشباب والرياضه. اللجنه اللي انت هتقدم عليها لازم تكون مذاكر كويس قوي التخصص بتاعها، تعرف بيتكلم عن ايه وايه المهام بتاعته. يعني مثلا لو افترضنا جدلا ان انت مقدم على الاتش ار، فلازم تكون عارف كويس يعني ايه اتش ار وايه تخصصاته، وشويه اسئله شخصيه زي اسمك والكليه بتاعتك وساكن فين. نيجي بقى لاهم سؤال في الانترفيو ده، هيقول لك سمعت عنا منين، وما تنسوش تقولوا لهم ان انا اللي عرفتكم. كده انا عملت ايه؟ واخيرا هيسالك انت تعرف ايه عن تطوع وزاره الشباب والرياضه. بحث بسيط كده على النت وهتعرف عنه كل حاجه. وانا مايكل مصري، واساعدك هنا انك تطور من نفسك. لو حابب تشوفني تاني اعمل لي فولو. سلام.